هاي حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. فيديو النهارده هو الميك اب اللي انا اعتمدته طول الصيف. فعليا عمر ما جه عليا فتره اعتمد ميك اب طول الصيف، بس ده الميك اب فعليا اللي انا ما كنتش بحط غيره مع اختلاف المنتجات، بس هو نفس التكنيك. قعدت طول الصيف اعمل الميك اب ده. هو ميك اب كله معتمد على البني ولون واحد اي شادو فوق العين مع وش. اهم حاجه ان هو يكون باين انه ناعم، مش عليه طبقات سميكه من الميك اب. يعني هنستخدم اقل كفرج من الفاونديشن، وهنعمل كونتور وبلاش وكل حاجه، بس كميات قليله بمعنى اصح. وبس كده حبايبي، يا رب الاضاءه تكون عجباكم. المره دي انا غيرت السيت اب لتاني مره. انا كل ما بتخنق لا انا لازم اغير السيت اب، فغيرت الاضاءه. كان عندي الاول اللي هو اسمه جلاماكور، هو بتاع كده كبير مليان زي صوابع نور كده، بس كان بيعمل لي زي لسعه كده في الوش، وكانت الاضاءه بتبقى عاليه قوي وبتبقى مش مبينه السكين تون بتاعي. كان ينفع اقللها، بس كان بقى بخش في حوارات في الايزو بتاعه الكاميرا وتفاصيل كتير بتتعبني. انا بالنسبه لي الطف حاجه هي السوفت بوكسز، اللي هي الاضاءه من الجنبين واضاءه من قدامي، وده اللي انا موفره دلوقتي. بس مش سوفت بوكس، سوفت بوكس كلنا عارفين السوفت بوكس الكبير. انا جبت لا اللي هو السوفت بوكس ال LED. فالصراحه الدنيا الطف بكتير. فانتوا قولوا لي حاسين الاضاءه كده غامقه اعليها لكم شويه؟ يعني خلونا نعمل تيست كده مع بعض عشان يتقاس عليه الفيديوهات اللي جايه كلها. يعني مثلا انا لو هعمل كده، شايفين الاضاءه عاليه قوي، مش عارفه ممكن تكونوا شايفين تفاصيل وشي ولا لا، بس طالما عمل لسعات النور دي يبقى مش هتبقوا شايفين الاضاءه الحقيقيه. فانا اعتقد ان الاضاءه دي نوعا ما كويسه. انتوا شايفين اماكن النور في بشرتي، بس في نفس الوقت لون بشرتي وتفاصيله باينه ليكوا. اعتقد ان الطريقه دي نوعا ما احسن حاجه. ده لون بشرتي بعد المصيف، اسمريت جامد جدا. انا بصوا مش عايزه اوريكم الفرق اللي هنا، بصوا شايفين الفرق؟ كارثه ومأساة بمعنى الكلمه. بس المهم ان انا انبسطت، يعني كنت حقيقي ما بطلعش من الميه وما بحاولش البس اي حاجه تغطي من الشمس، كنت بحاول استمتع على قد ما اقدر. فدي نتيجه الاستمتاع يا جماعه. يلا مش عايزه اطول عليكم، يلا خلينا نعمل ميك اب مع بعض، ويا رب الاقي درجه فاونديشن تظبط على السمر ده. ما تنسوش لايك للفيديو، اشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعه الفلوجز اللي اكيد نزل عليها الفلوج بتاع المصيف. وايه تاني، واعملوا لي فولو على انستجرام. انا طول الوقت على الانستجرام، ساعات بغيب هنا عن اليوتيوب فتره طويله، بس هتلاقوني اكيد على الانستجرام، فاحط لكم الاكونت هنا. وبس كده حبايبي، يلا بينا على طول نبتدي. هستخدم المست ده من عند بيكسي، اي سبراي. يعني انا بحس السبراي ده مش خطوه اساسيه، بس انا بحبها، فكاني بعمل ريفرش لوشي او كاني قمت غسلت وشي. عارفين الاحساس ده؟ المفروض عندي ستوريز هصورها، بس قلت خليني احط معاكم ميك اب اون كاميرا، ان انا اتست الكاميرا او اتست الاضاءه وفي نفس الوقت اجهز معاكم. هستخدم البرايمر ده من عند ويت ان وايلد. ده بيشتغل حلو قوي على المسام وبيخلي الدهون بتاعه البشره تقريبا تختفي. هو شكله زي الكريم كده شويه، يعني مش سيليكون زي اي برايمرز تانية للمسام، بس هو بيأويل كنترول جدا، يعني بيتحكم جدا في شكل الدهون اللي في البشره، وبيخلي الاماكن الدهنيه دي مات اكتر. شايفين الجزء ده بقى مات ازاي؟ شايفين فعليا خطير، بيأويل كنترول بطريقه مش طبيعيه. طلع لي من فتره كده الهيربس ده هنا وحدتين، هم وحدتين بالظبط، بيروحوا يعني يملى ويفضي ويرجع يملى تاني ويفضي ويرجع يملى تاني، مع اني جبت له الكريم اللي للهيربس والكلام ده كله، بس سخيف سخافه مش طبيعي، منكده عليا جدا. بشرتي الحمد لله كلها زي الفل. ما ده هستخدم الفاونديشن ده من عند ال جيرل. الفاونديشن ده انا دايما بخلطه، يعني دايما بخلطه مع درجه تانية عشان الدرجه تظبط عليا، بس اعتقد ان احنا ممكن نحتاج نغمقه اكتر كمان، فخلينا نشوف مع بعض. لا اعتقد ان هي هتبقى تمام. الدرجه دي اسمها بيج، وهي غامقه، يعني بيج بس غامقه جدا، مش عارفه ليه، بس كنت دايما بستغرب من درجه بيج دي، لان هي في براندز تانية كتير بتبقى افتح من كده، لكن في ال جيرل اللي هو الاتش دي غامقه. مش معنى خالص انه صيف ان انا استخدم فاونديشن مات. انا ما بحبش الفاونديشن المات، او ما بقتش احبها. كنت الاول بحبها، دلوقتي ما بقتش احبها خالص ولا بطيقها. الفاونديشن لازم تكون التغطيه بتاعته متوسطه خفيفه، يعني متوسطه دي كتير كمان، يكون التكتشر بتاعته خفيفه ويكون جلوي، يعني اشوف الجلو ده في بشرتي وانا حاطه الفاونديشن. طبعا انا بحب اسبق، لان هيطلع لنا كده حد اوت اوف نو وير يقول لك كل ده ميك اب بتاعك بتحطيه في الصيف؟ ده انا بحط مرتب وانزل. خليكي في حالك. خليكي في حالك، يعني بجد والله العظيم حاولوا ما تطلعوش اوحش ما فيا بليز. انا
ساعات ما بنزلش بميك اب اصلا ولا حتى تنت، وساعات بيجي على بالي ان انا اغير من باب التغيير كده. الواحد نفسيته ساعات ما بتبقاش احسن حاجه، فبيحب يكشخ للاخر يعني. فلما بحب بقى اكشخ للاخر بعمل الميك اب لوك ده بس يعني. فهو الموضوع الميك اب بالنسبه للناس نسب. في ناس تحب تحط ميك اب كتير قوي وتقولك ايه ده وانا حاطه ده قليل جدا، وفي ناس ما بتحبش تحط ميك اب اصلا وما بيحسوش ان الميك اب بيناسبهم والكلام ده كله. فالاحسن في الامور اللي زي دي نعمل ايه؟ نسيب كل واحد في حاله عشان كل واحد يخليه في حاله. حاسه الاضاءه دي مبينه شكل البشره اكتر بدرجه الفاونديشن بكل حاجه يعني. حاسه كأن انتوا اللي قاعدين قدامي، انا شايفه طبعا قدامي في الكاميرا، حاسه اللي انا شايفاه في الكاميرا هو اللي انا شايفاه في المرايه، لان ساعات بحس ان الاضاءه بتاخد كتير من شكل الميك اب يعني. anyways ده شكل فاونديشن. الكونتور اللي ادمنته الفتره الاخيره هو الكونتور ده من عند اماندا، يا رب تكونوا شايفينه. ده شكله كده وسعره زهيد جدا، تقريبا اقل من 200 جنيه. حلو 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 بطريقه مش طبيعيه. حتى الكميه بتاعته قليله، بس انت مش بتحتاجي اصلا منه كتير يعني. هو بيجمنتد ومش محتاج ان انت تضغطي يعني. فانا بعمل كده وهنا كده حدد بس شكل الدقن بتاعتي كده. الله عليك كده ده وكده والجبهه. وحلو ان هو عامل زي القلم كده، فبيسهل عليكي قوي ان انتي ترسمي بكل سهوله. اوكي كده. تعرفوا ان انا بحب قوي شكل تخطيطه الكونتور يعني، نفسي امشي كده عادي. الكونسيلر بقى اللي بنحطه اساس للاي شادو هنحط مكانه الكونتور كده. فرشه بقى الفاونديشن عشان بس ايه ما يعني لو كترنا ايدينا تقلت في الكونتور شويه، الفرشه بتاعت الفاونديشن تخف حبه. شايفين يا جماعه اندمج من غير ما يبان اي خطوط خالص يعني، الصراحه اكتر من رائع. وبعد كده ندمج الكونتور بتاع الانف. من ساعه بقى ما رجعت من الغردقه وانا عايزه ارجع تاني هناك، والله العظيم انا ومحمد ماشيين من هناك بنقول نفس الجمله اللي بنقولها كل سنه بنقول نفس الجمله، اللي هو نقول ايه؟ بس الجو هنا حلو، طب ما تيجي نرجع تاني في شهر 9. والله العظيم يا جماعه احنا السنه اللي فاتت قلنا نفس الجمله. لقيت انا وهو بقول له طب ما تيجي نرجع تاني في شهر 9، الجو هيبقى احلى واحلى ومش عارفه ايه. قال لي طب ايه رايك؟ يلا وما رحناش. كل سنه بنقول نفس الجمله. واحنا بقى خارجين من الاوتيل المره دي فلقيته بيقول لي ايه رايك نرجع تاني في شهر 9؟ قلت له بس بقى بطل كدب بقى، احنا كل مره بنقول كده وما بنجيش. وفعليا خلاص الدراسه تقريبا في اخر شهر 9 المدرسه بعت لنا هيخشوا يوم 31/9 ولا 30/9 ويوم حد تقريبا. مفيش مجال. فهد مجرد ما بيخش المدرسه خلاص مفيش مجال لاي حاجه تانية، خلاص خلصنا. نيجي للستيك ده من عند شي جلام. ده كان جاي مع الاديشن اللي اسمه بلاي جراوند تقريبا، والدرجه بتاعته فوشيا وانا الفوشيا في الصيف مجنني جدا. فحط كده. احلى حاجه في البتاع ده انه ثابت بطريقه فظيعه. بص حطيت في مناخيري ثابت قوي يا جماعه قوي، تحسوا ان انتوا كانكم حطيتوا الوان بجد. وهدمجوا كده ببرش. طبعا ادمجوه على طول لانه بيقفش، ان دي الوان اصلا يعني، فاهمين؟ مش الوان عشان بس يعني البيجمنتيشن بتاعها عالي قوي. الصيف يعني كونسيلر لوريال. انا عارفه ان في ناس كتير قوي بيكسر معاهم تحت العين والكلام ده كله وعامل لهم ازمه، مع ان احنا اغلب البلوجرز بيقولوا عليه ان هو حلو عشان يا جماعه اولا الكميات، ثانيا طريقه الدمج. انا والله كنت بدمج زيكم اغلب الكونسيلرز اللي كرهتها وفعليا كان فعلا بكرههم، لكن اما تجربوا بس الطريقه دي ان انتوا تحطوا الكونسيلر في الحته دي، تحطوش تحت العين على طول، وتحطوا دوتس صغيره كده، اللي هو مش لازم نعمل كده خالص يعني. الحركه دي نعملها اما يكون الكونسيلر اصلا خفيف فاحنا بناخد راحتنا، لكن اوريدي ده تقيل فحاولي ان انت ما تقليش ايدك معاه خالص. شايفين هم دول النقطتين اللي انا هحطهم، وفعليا دول كفرج يعني هيدوا تغطيه بس كده. ولو هتحطي يعني شايفين النتفه دي هتنور فوق قد كده. فرشه اي فرشه تكون صغيره ونبتدي. شايفين كده الضغط ده كاننا بندمج الكونسيلر، اخده واسحب لفوق. وزعت الكميه دي، بعد كده اطلع شويه تاني فوق واسحب كده. شايفين؟ بعد كده بقيت الكميه لفوق شويه. اللي بقى متبقي خالص بقى اللي هو خلاص اللي هو لا شيء ده هو اللي يتحط
تحت العين، فتلاقيه بقى ولا مكلكع ولا شكله وحش ولا اي حاجه، تلاقيه قمر كده زيكم. تمام كده، شايفين كونسيلر اتوزع من غير اي كلكعه، شايفين اقل كميه. فخدوا منه كميه قليله وما تحطوش تحت العين على طول، وخدوا وقتكم في دمجه. الفيديو ده ميبي يبقى طويل لان هو فيه شرح، بس هنعتمد انه نخليه ريفرنس للبنات اللي مش بيعرفوا يحطوا ميك اب او عايزين تيبس في الميك اب. هستخدم الباودر دي من عند هدى بيوتي، الدرجه دي اسمها بنانا بريد. هستخدم الدرجه دي لان هي شويه مصفره وانا بشرتي اغمقت، فمش هقدر استخدم اللورا مارسي لان اللورا مارسي شفافه، يعني مش هتديني افكت حلو قد ما هديه تديني افكت حلو. فدايما لو بشرتكم سمره روحوا شويه للباودر اللي فيها شويه صفار، لكن مش باودر صفرة كومبليتلي عشان بتبان شكلها وحش جدا، روحوا اللي فيها سنه صفار. ميك شور ان تحت عينيكي مش مكسر، فخدي اي بيوتي بلندر وارجعي امشي على خفيف، بس لو انت عملتي التكنيك اللي انا بقولك عليه عمره ما هيكسر، اللي تحت عيني مش مكسر نهائي. وبعد كده خدي باف سبونج يكون ليها سن من هنا، السن ده هيساعدك انك تخش في الاماكن الصغيره وتحت عينيكي يتثبت كويس جدا. التعامل مع الباودر، كل ما الباودر خفت كل ما الموضوع بقى شكله الطف بكتير. يعني في بنات دايما يحسوا ان كأن مرشوش حاجه على وشهم او هم شايفين الشكل المطرب ده ليه؟ ده من كتر كميه الباودر. حتى لو عملتي بيكنج وشلتي الباقي بالفرشه يعني لا برضه هيفضل شكله مش لطيف. فمثلا انا خدت شويه باودر هنا اقل كميه، وكل اللي بعمله ان السبونج كده زي ما انتم شايفين، بصوا انا مليتها ازاي. كل اللي بعمله بقى شايفين بطبطب على ايديا كده لغايه ما انزل اولموست كل اللي فيها، وببدا من تحت عشان ما احطش كله تحت العين ويطرب زي ما انتم عارفين. ببدا هنا كده اثبت الجزء ده شايفين، وبعد كده بالباقي اطلع فوق وامشي في اتجاه واحد وارجع امشي تاني من الاول، ما امشيش وارجع واروح فاهمين كده؟ تمام اهو ثبت، ارجع اخد بقى من شويه اللي باقيين على ايديا وادمجهم كده جوه ايدي. دي التابس بتاعتي انا مش عارفه الناس بتعمل ايه، بس التابس دي اللي بتطلع لي الميك اب بتاعي شكله حلو. وبالباقي بقى شايفين الحته اللي هنا دي اهو، شايفين انا ماشيه ازاي؟ تابينج طبطبي كده. بصوا الفرق، خليني اقرب لكم، بصوا ولا احلى من كده. طب يا دعاء باقي الوش بقى هنثبته بالباف سبونج؟ لا، انا بالنسبه لي اللي بثبته بالباف سبونج الحاجات اللي انا مش هحط عليها ميك اب بعد كده، زي مثلا الجبهه، زي الدقن، زي تحت العين. لكن بقيه الوش انا لسه هحط عليه برونزر، والبرونزر بالنسبه لي برده باودر غامقه على فكره، فهو اللي هثبت بيه الميك اب بتاع باقي الوش، لاني اوريدي هحط برونزر. لان انا لما احط باودر وارجع احط عليه برونزر انا حطيت طبقتين باودر، فاهمين الفكره؟ مثلا خدود هرجع احط عليها هايلايتر واحط بلاش، ما هو دول اتنين باودر بلون وباودر بتلمع، فانا بحاول اخف طبقات الباودر بحيث يبقى على وشي كله طبقه واحده بس. باخد من نفس الباودر واقلل الكميه على قد ما اقدر وامشي على الجزء ده كده، وسبيشال على حواجبي لان انا من الناس اللي حواجبها بتزايد جدا. ولو عندك خطين هنا وانتي بتاخدي الباودر انفخي شفايفك كده، دول هيتفردوا تروحي ماشيه عليهم كميات باودر قليله، بس هيخلي الخطوط يعني تظهر بس بعد وقت طويل. وكده بشرتي جاهزه جدا لبقيه الميك اب. تقدري انت بقى تعملي سكيب للخطوات اللي بعد كده، مثلا تعملي ماسكارا وتحطي روج خفيف وتروحي الجامعه، يعني على حسب كميه الميك اب انت بتحطيها فين. يعني برضو ما اقولكيش حطي فول ميك اب وانزلي بيه الجامعه، لو انت بس بالنسبه لك اساس البشره هو اهم حاجه خلاص مفيش مشكله، شويه بلاش مع روج وماسكارا خلاص كده انت خلصتي. فهي الموضوع على حسب كل واحد بيحط الميك اب ده ورايح بيه فين، بس مش اكتر. نيجي بعد كده للبرونزر. هستخدم البرونزر ده من عند LA Girl، الدرجه دي اسمها باك تو ذا بيتش. ده اكبر برونزر تقريبا جبته في حياتي، حجمه كبير جدا بالتالي مش هيخلص خالص، والدرجه بتاعته ممتازه، يعني ولا منها على رمادي ولا منها على اورنج، فدي بالنسبه لي احسن درجه برونزر على كونتور. عارفين كده البيجمنتيشن بتاعه مش مؤذي، يعني مش هيبقع على بشرتك، انت تقدري تتحكمي انت عايزه كتير ولا قليل، بس الصراحه ممتاز لو هتستخدميه في الديلي يوز لان هو لونه خطير والبيجمنتيشن بتاعه مش مؤذي. يعني في حاجات بتحطوها تروح على طول معلمه في بشرتكم بشكل سخيف، لكن ده البيجمنتيشن بتاعته نوعا ما معقوله. وهاخد الفرشه دي من عند بلاسم، دي بتاعه الكونتور بتاع الانف، حتى مكتوب عليها نوز كونتور، وهاخد كده منها وابدا امشي على الكونتور بتاع الانف اللي انا اوريدي عاملاه.
طبعا لو مش عايز تعملي كونتور كريمي ما تعمليش واكتفي بالباودر بس. مش عايز تعملي كونتور اصلا ما تعمليش، يعني مفيش حاجه اساسيه لازم تتحط في الموضوع اصلا، يعني عادي. بس انا بقول لكم يعني ايه الفيفوريت ميك اب اما بيبقى مزاجي رايق. بس نيجي للاي شادو بقى، هاخد من نفس البرونزر وده اللي بقيت بحبه مؤخرا، وبالنسبه لي اي لون عين بيخليها تحفه تحفه. اي فرشه دمج ومن نفس لون البرونزر انت حاطه كونتور تحتيه، فاللون البني هيبقى خطير. مش عايزه تحطي كونتور تحتيه اللون البني يطلع معاكي اخف شويه، بس ات اول بيطلع تحفه. فرشه بقى صغنونه وبرده من نفس اللون البني نمشيه تحت العين. حركه اختياريه بحته على حسب الوقت اللي انت هتحطي فيه الميك اب. انا بحب اخد اي حاجه كده شمر ناعمه قوي قوي، يعني بميل حاجه ناعمه، ده من عند بيكسي، واتاب كده فوق العين بحيث فوق العين يبقى فيه لمعه كده، عارفين كيوت قوي، محدش ياخد باله منها بس تنور لك فوق العين زي ما انتم شايفين كده. هستخدم البلاش ده من عند AOA، كيوت قوي والبيجمنتيشن بتاعه حلو جدا. بس خدوا بالكم وانتوا بتحطوا عشان ايه ما تزعلوش، يعني ما تتحمسوش. شايفين انا بحسس عليه اصلا. الباربي لسه واكل دماغي، يعني الفايب بتاع الباربي لسه واكل دماغي، فاعذروني. هستخدم بعد كده البلاش ده من عند شي جلام اللي هو اسمه لاف دايف تقريبا، لاف دايف. الدرجه دي اسمها دونت بينك توايس، من كتر ما بستخدمها ورايحه جايه بيها اتكسرت، فيلا بس تدينا الهنت البينك ده عشان انا مش عارفه اخرج من المرحله دي. وبما اني مسمره بقى فالبينك يعني ان قوي في الموضوع ده. اكيد انتوا عارفين قلمي المفضل من عند شي جلام. هنبتدي اول حاجه بطرف الحاجب. انا الدرجه بتاعتي شوكليت وهي دي اللي بتظبط عليا. وبعد كده ابدا اعمل شعيرات كده لفوق، وبعد كده ابدا ادمج الشعر مع اللي انا رسمته ده. بعد كده هاخد ماسكارة حواجب دي من عند بورجوا، اي ماسكارة حواجب شفافه بقى فيها لون اللي انتوا عايزينه، بس خدي بالك لو فيها لون وانتي بتمشيها على شعر الحواجب عشان ما تبقعش والموضوع يبقى سخيف. بعد كده هاخد ايلاينر لونه اسود، وهاخد فرشه كده تكون انجلد، خليني اوريكم شكلها. اوكي، وهاخد منها كده شويه بالفرشه ونعملهم كده على الغطا بس عشان ما نعكش الدنيا بس. ونبدا نمشي عند خط الرمش كده اللي هو ايه، مش ايلاينر قد ما نديله كده كثافه. اما بتحطي لون اسود قريب من خط الرمش بيبين ان رموشك كثيفه اكتر. بعد كده اجي عند الطرف بتاع العين اعمل خط كده رفيع، شايفين زي خط الايلاينر بس، وابدا اسحبه على جوه لغايه ما يتموه كده. عشان كده خدوا اقل كميه عشان الموضوع ما يوسعش ويبقى مش لطيف خالص. اوكي، نيجي للماسكارا. هستخدم كسارة الرموش اول حاجه عشان ترفع لي رموشي قدر الامكان. استخدم الماسكارا دي بتاعه لوريال، مش لحلاوتها ولا حاجه الصراحه يا جماعه، لان هي بالنسبه لي عاديه جدا زيها زي القديمه. هي بالنسبه لي بس ماسكارا سوادها حلو مش اكتر. وكده كده انا هعتمد على الرموش لان انا هحط رموش طرفيه. الرموش الطرفيه من الرموش اللي انا بموت فيها وبحسها كده بطل، يعني انا عندي مشكله برضو مع الرموش اللي هي الكامله. الرموش الكامله اول ما بحطها بتبقى الدنيا تمام، عدى ساعه 2 3 4 ببتدي بقى عايزه اهرش عينيا من قدام والموضوع بيبقى سخيف مهما كنتي قصاها، مهما حتى النوع جلو عامل ازاي. هو الموضوع سبحان الله عشان هي مش طبيعيه، فبحس اما التحميل بيبقى على طرف العين احسن بكتير من بدايه العين. الرموش الطرفيه دي انا كنت جايباها من على شي ان والصراحه قمر، يعني حلوين قوي. لو عايزه تحطي رموش حتى كل يوم وما يبانوش خدي رموش الطرفيه دي. هاخد بقى الرمش كده واكون حاطه المرايه تحت كده زي ما انتم شايفين عشان ابقى شايفه خط الرمش بتاعي. يا رب تكونوا اصلا انتم شايفين اللي انا بعمله ده. وانزل الرمش كده، بس المهم ان احنا بس نسلكه من الرموش ونحطه على خط الرمش بالظبط اهو كده، يسحب العين سحبه ولا سحبة مايكل. اوكي، بصوا الفرق بين العين دي والعين دي كده تحسوها سموكي من الطرف اكتر ومسحوبه اكتر، اكيد انتوا شايفين الفرق. بعد كده بقى بصوابعك تبداي تعملي كده، تضغطي الرمش اللي انتي ركبتيه مع رموشك
فاهمين؟ مش هيبانوا نهائي يعني، ولا اي حد ياخد باله اصلا. الخط حتى بتاعهم من فوق خفيف جدا ما يتشاف. قبل بقى ما احط ماسكارا تحت العين هاخد شويه باودر ونبدا ننظف الخط بتاع الكونتور بتاع الانف كده بالشكل ده كده، ونسحب الباودر شويه على تحت. مش هنطول في موضوع البيكنج، الباودر هناخدها على تحت، مش هنمشي بيها على فوق ولا هنفضل نعملها كده. شايفين؟ بسحبها على تحت عشان ما تغطيش على خط الكونتور نهائي. انا كنت عامله حسابي ان انا هحط عدسه النهارده بس مش عايزه، يعني عارفين بعد ما بخلص ميك اب بستحلى لون عينيا قوي يعني، ما بحبه. مع ان زمان والله ابدا كنت لازم العدسات ومخرجش من البيت من غيرها، هحس ان عيني مش حلوه. مش عارفه بقى ايه اللي حببني فجاه في لون عينيا. الهايلايتر اللي جربته بمحض الصدفه الفيديو اللي فات اللي عملته لكم بتاع الميك اب اللي اقل من 200 جنيه من عند بورجوا، ده اسمه اليمينيتر. اللمعه بتاعته اهدى شويه من الهايلايتر، عجبني جدا. وفعليا وانا مسافره الغردقه اخدته معايا من كتر ما الافكت بتاعه ناعم قوي يعني بجد. بصوا نعوميته، بصوا والله يا جماعه ناعم ناعم. هو ده بقى ايه الهايلايتر كما يجب ان يكون. بفرشه صغيره حط منه في مدمع العين، وفعليا ناعم موت موت يعني، ما فيهوش البوب اللي هيروح ضارب في عينيكي كده اما تحطيه. نيجي بقى للارواج اللي انا ادمنتها الصيف ده. انا طول عمري كنت بحب الارواج المات والمات قوي اللي هي بتنشف الصحراء عارفين كده، بس مؤخرا بقى دول حبايبي. جبت منهم كل الدرجات اللي نزلوا عندنا في مصر. انا عارفه ان في درجات تانية نزلت بس دول اللي موجودين عندنا في مصر ال5 دول بس. فعليا يا جماعه الارواج دي اللي اسمها سوبر ستاي فاينل انك جت غطت على السوبر ستاي العادي، لان ده بالنسبه لي 2 in 1 يعني. تقدري تستخدميه وهو جلاس بيلمع او بمنديل تطبطبيه ويبقى اللون المات، بس كومفورت مات جدا. اللون البيجمنتيشن بتاعته مش ظاهره قوي ومرعبه، لا البيجمنتيشن بتاعته حلوه وفي نفس الوقت الفينش بتاعه المات كومفورت جدا. فتقدري تستخدميه از جلاس او مات، وفي الحالتين مش بيطبع ودي احلى حاجه فيه. بس خليني استخدم معاكم ماي فيفورت اللي انا بستخدمه دايما كل ما اجي نازله، وهو الدرجه اللي اسمها كوي. بحب استخدمه قوي مع الليب لاينر ده. هو لونه شويه على بني، مش ببينه قوي بس بحس انه بيعمل لي كونتور للشفايف. فعليا يا جماعه مش قادره اتخطى جمالهم وشكلهم على الشفايف زي ما انتم شايفين، بجد حلوين قوي يعني. انا بني ادمه ما كنتش بحب الجلاسز اصلا، ما كنتش بطيقهم وما بطيقش تلزقهم، بس فعليا بقيت مدمنه اي حاجه بتلمع على الشفايف. بصوا شكلهم، بصوا حلاوه مفيش كده في الدنيا الصراحه ولا غلط. وبس كده يا حلوين، ده كده الفاينل لوك زي ما انتم شايفين. بقيت بميل اكتر للميك اب لوكس اللي شبه كده. وبس كده حبايبي، ما تنسوش قبل ما تمشوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.